هل يمكن للوصف أن يصنع صورة متخيلة في ذهنك؟ تعالوا نجرب معا. أحضروا قلماً وورقة وسأصف لكم مدينة، وعليكم أن ترسموا ما تتخيلونه. هذه مدينة فيها نهر، أشجار وجبال وشارع رئيسي وبيوت. هل انتهيتم؟ والآن هل تشبه رسومكم هذه الصورة؟ أو هذه؟ أو هذه؟ ربما لم تتفقوا، لأنني لم أصف التفاصيل بدقة، بل قدمت معلومات فقط. لنحاول مرة أخرى. جاهزون؟ هذه مدينة في وسطها نهر أزرق عريض، وتمتد الأشجار الخضراء على طول ضفته اليسرى، وخلف هذه الأشجار جبل يكسوه العشب الأخضر، وعلى امتداد ضفة النهر اليمنى شارع طويل تصطف على يمينه مجموعة من البيوت. هل انتهيتم؟ هل رسومكم قريبة من هذه الصورة؟ هذا ما نسميه مهارة الوصف، وهو القدرة على رسم صورة متخيلة صحيحة في عقل المستمع باستخدام اللغة. لذلك نحن ندرب الطالب في المستوى المتقدم على شيئين: فهم الصورة المتخيلة المسموعة أو المقروءة، وإنتاج صورة متخيلة صحيحة شفوياً أو كتابياً. والوصف لا يكون للأماكن فقط، بل للأشخاص أو للمشاعر وحتى للظواهر أو المشاكل. لذا تعتبر نصوص القصة من أفضل النصوص لتعلم مهارة الوصف بأشكاله المختلفة.